نتحارب مع من؟ مع واحد الحمق اللي خصنا نديروا معاه الجميع، كل واحد فينا بالطريقة ديالو وبالبساطة ديالو. ولا ننسى، بغيت ندير شكر خاص للبطل أنس تيب. البارحة درت عليك واحد المباشر واحتفلت بك سيدي أنس، دوزت هذاك على الحدث الصدمة. ديالك. والله والله ما العظيم رديت لي ما البال، عرفت. الا ما كنت صيفط لي لا البال. عرفت. انا فرحانه بك، وهذا وقلتها. قلت انا حاليا ملي كنشوف شي حاجه، ودائما وهذا ربما اش بغيت نقول لكم، هو الجميل حنا اللي كيجمعنا هو حب هذا الوطن. والوطن تمام. اشنا هو؟ اشنا هو؟ راه حنا كوطنيين. راه العدو باغي يقسم لينا ارض، وحنا كنا مجموعين على الارض، ولكن في بعض الاحيان لا نلاحظ باننا دغيا ساهلين نقدروا بحال نتفارقوا او نعودوا فئات او هذا. لا، خصنا نتحدوا ونتوحدوا، لأن أول جواب غادي نقهروا به العدو هو نكونوا جسد واحد. وشكرا لكل من يدعم الجميع وباغي يوحد الجميع. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف، اللي حاضر واللي ذكرت واللي ما ذكرتوش. ولكن أنا بغيت نأكد على المنصة ديال سي نبيل هرباز، لأنه بارك فعلا الله. كانت بارك واحد الله. المدرسة. لا شوف سيدي نبيل، أنا لا أريد منك لا جزاء ولا شكر، ولكن عارفه كانت لاله درت سميره؟ واحد، لاله سميره، درتي واحد نهار جهد باباك، كبير. نهار والله باباك. العظيم درتي جهد كبير، والحمد لله. لان هذا النضال وهذا الشيء اللي وصلنا ليه اخوتي، راه ما وصلنا لهنا حتى كانوا درجات، درجه بدرجه بدرجه بدرجه. اليوم وصلنا لواحد الحصاد. اليوم الدكتور سي عبد الحق الصنيبي راه ما اضطر باش خرج لهذا الشيء الا مضطر، لان المغاربه حنا غاديين على وراء الاماره ديال المؤمنين، وراء الاصول ديالنا. حنا كبرنا بحشومه وعيب وعندك وهذا، كنفكروا دائما الاخر وما نجرحوش الاخر. حنا هو الشعب اللي البيوت عندنا اول بيت كتبدا يخمم فيه هو الصاله، هو الضيف، ديما كنفكروا نعطيو الاخر، وهذا شيء جميل. رغم بعض الاحيان كنحسوا براسنا كنقولوا لا وعلاش حنا هذا، ولكن هذا هو ما كيتميز اللي كنتميزوا به، واللي ما غادي يقدر عليه حتى شعوب، والله ما تقدر عليه شي دوله الا هذه الدوله العظيمه. اما بالنسبه للاسئله، انا كنشوف بانكم اعطيتم وكفيتم بالنسبه للاسعد الشرعي. وكنشوف اللي حضر شكون كاين، حتى الاخ ديال الايطالي كاين معنا، كنبغي نشكرو الاخ شكري. شكرا ليك انت. البطل ديالنا ياسر اللي عنده انتقاد وعدد. انا نطلبوا غير واحد الطلب واحد، عنده شويه العصبي ميك شويه، ونحاولوا نتجمعوا. راه حتى داك اللي ربما كي آه، ينتقدك ربما لانه كيبغيك خذها بهذه المنصه. والله يستركم جميعا والله يحفظكم، وشكرا لكم، وتقبلوني بهذه البساطه ديالي وبهذا لان ارى واؤمن بان الحب راه هو اساس اللي جامعنا واللي غادي يجمعنا، والصبر والمسامحه. وشكرا لك سيدي عبد الحق، والله يعلي بارك الله درجتك، والله فيك، الله يحفظك يعطيك الحق. شكرا وليداتك، الله شكرا يحفظك. والله شكرا ينصرك لاله والله سميره. يعزك. هذا ولا شكرا غادي لاله نقول شكرا. سميره. لكم. وشكرا شكرا لكم، الله حنا يرضي بارك الله عليكم فيك، حنا الله جميعا. مازال يحفظك. واقيلا، حنا مازال واقيلا كنكونوا مور الكاميرات، لكن تبارك الله عليك انت كنتي كتنزلي التيران وكتعرضي يعني للتعنيف، وكتعرضي للتهديد، وكتعرضي لبزاف ديال الحويجات. فمراه ونص تبارك الله عليك، وحتى انت واش يعني كتشرفينا لا سيدي سميره. عبد الحق الدكتور، واش هادشي ما شاف ذاك نقدروش. الحدث؟ واش عمره عرفني؟ واش عارف عليا شي حاجه لا ولا شفتو، لا واقع؟ شفتو، 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 الله ربي، نعرفوا الله الشيء ربي، الله الاعتداء ربي. ديال وهذاك راضي هذيك الليلي، الطويقيه، راضي هذيك الليلي الطويقيه على راه خصني لاله نعطيها لك سميره. السي الدكتور سنيبي. والله هذه هذيك الطاقيه انا غادي نعطيها لك على التحدي اللي درتي، وبانك جبتي لنا حقنا ديال الشرف بعدا، لانك تشجعتي رغم الحدث. كنا والله يطول عمرك، وشكرا لك. بغيت بارك نقول لك الله واحد فيك، الكلمه يحفظك. اخيره دونك باش ننزل نخلي بلاصه ديالي للناس الاخرين. بغيت نشكر من طبيعه الحال الدكتور صنايبي على هذا لا لا اللقاء لا لا، ما الجميل. عندك والو، غير خليك معايا خويا نبيل، تنمشيو انا وياك، وانا وياك ياك وانس ايوا خلينا نشكروا بعدا سي انس، السلام عليكم، سي انس السلام عليكم. الشيخ ديالنا. تفضل خويا اوطاليانو، خويا تفضل. خويا خويا الله يحفظكم، تحياتي لكم. انا غير من العمل بغيت غير نشكركم، والشكر هذا واجب وقليل في حقكم. بارك تحياتي الله لكم فيك. جميعا صراحه، كنحييكم، كنحيي الدكتور ديالنا صنايبي، كنحيي الاخ بارك ياسر الله الدكتور فيك. الفيزازي، كنحيي الاخ رباس، الاخت سميره، الاخ انس، الاخ شكري. تحياتي لكم، شكرا لكم، استمروا، فنحن بارك الله معكم. فيك، حياكم الله الله يوفقك العزيز. جميعا، وشكرا الله للجميع. يوفقك. تحياتي لكم. شوف، ندوز السي شكري باش ندوزو للسي ياسر، وانس راه معايا، خليه. تفضل خويا شكري.
الصوت، دير المايك، طلق المايك. شكرا. السلام عليكم جميعا. دكتور طيبي، تحياتي لك دكتور بارك ديالنا، الله فيك. حفظك الله ورعاك. شيخنا العزيز الغالي على قلوبنا السي محمد الفزازي، دائما سعيد بالتواجد ديالي معه او انه من يكون معايا. لاله سميره، فاتيس، وايضا هرباز نبيل، انس توب، كولايور، الرأي المغربي اللي كان معنا، والاخ اللي هبط دابا، وكل المغاربه الاحرار. تحيه حب وفاء واحترام وتقدير. صراحه ديما نقول لانني اليوم امام دكاتره واساتذه وشيخنا العزيز، انا مجرد تلميذ، ولكن لا انت اخويا، انت عندك تبارك الله، عندك اخويا صوالات وجولات. الله يحفظك خويا العزيز. اللي يمكن لي نقول هما اننا اليوم كلنا يعني من اجل واحد الهدف اللي هو الاسمى، وهدف اللي هو سامي، الهدف اللي هو طبيعه الحال الدفاع عن الوطن، مقدسات وثوابت ورموز بلدنا. كلنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله حفظه الله ونصره وايده بنصره. ملي كان يكون هذا المجمع بحال هكذا، اكيد ان هذا الشيء هذا كيفرح، اكيد ان هذا الشيء هذا هو عباره عن ثمار ديال واحد المجهودات اللي قمنا بها الحمد لله، كل من مكانه وكل بامكانياته، وفي نفس الوقت هو قوه ضاربه ضد العدو. فكونوا اكيدين ان اليوم العدو ملي كيشوف بهذا المجمع هذا فانه يعني كيزيد يشكك في نفسه، وكيزيد يضعف، وكيزيد يتاكد له باللي ان المغاربه هم دائما كانوا متلاحمين، وكانوا دائما جنود مجندين في الدفاع عن الوطن، مقدسات وثوابت ورموز الوطن. ما يمكنليش نقول اكثر. المهم طلعت باش نسلم عليك الدكتور صنيبي، وسعيد جدا بانني تعرفت عليك اليوم يعني، وتكلمت معك وتواجدت معك في البث ديالك، وكذلك مع الشيخ محمد الفزازي واخي العزيز كولايو. نسولك السي شكري، نسولك اخي شكري، انت انا شفت لك مجموعه من المناقشات والمناكفات مع الطرف الجزائري، فديما كتكون الامور شاعله وشاخده، وكتكون يعني واش ما كتشوفش من خلال هذا النقاش، وانت كنت معنا من قبيله، شفتي طريقه الهدوء وكيفاش الاحترام للمراه المغربيه للرجل المغربي، وكيفاش كيجاوب الرجل المغربي على المراه المغربيه، وكيفاش ان الجو ما كتلقاش فيه كلمه واحده خادشه او سب او قذف او غمز او لمز. يعني تحس انك يعني مجلس ديال العائله اللي يمكن ان المراه تهدر وتدخل معها ومع وليداتها وحده الزوج ديالها وما كاين حتى شي مشكل. لاحظتي هذا الفرق هذا ولا ما لاحظتيش؟ اكيد هذا الفرق دكتورنا، يعني العالم اصبح يرى هذا الفرق، العالم لمس هذا الفرق هذا، خصوصا الدول العربيه والشقيقه. لكن يجب ان ننصف الشعب الجزائري الحر. فمن يتواجد على منصه التواصل الاجتماعي هم عباره عن ذباب الكتروني مسخر ومجيش من المخابرات العسكريه الجزائريه، كيخدم اجنده النظام العسكري الجزائري. طبيعه الحال نعلم جميعا انه ليس لديهم قضيه، بل هم هنا فقط من اجل الاساءه لا اقل ولا اكثر، ومن اجل طبيعه الحال التشويش على المغاربه وما الى ذلك. لكن هناك جزائريين احرار اللي هما طبيعه الحال ما يقدروش يتواجدوا في مواقع التواصل نظرا للقمع الذي يمارس عليهم، نظرا لسياسه الترهيب اللي كتمارس عليهم، نظرا للديكتاتوريه. وحنا كنعرفوا جميعا ان الجزائري اليوم هما في سجن مفتوح، الجزائر اصبحت عباره عن سجن مفتوح. فبالتالي كل جزائري هو حريص اشد الحرص على انه ما يتواجدش في مواقع التواصل، لانه اذا تواجد اما ان ينافق واما ان يقول الحق. اذا قال الحق فالمصير ديالو معلوم، واما ان ينافق فهو يعلم ان هذا ضده وضد قضيته. فاللي كيتواجد في مواقع التواصل هو ذباب الكتروني مسخر من المخابرات العسكريه الجزائريه. انا بالنسبه لي هادو هما ديك اللقطاء اللي كيتوجدوا امام مكب النفايات، وكيتوجدوا في ابواب المساجد، واللي كتاخذهم المخابرات العسكريه وكتديهم لواحد المكان اللي هو خاص بالتربيه ديالهم على الاساءه والقتل بدم بارد. وهما النيت اللي سخراتهم المخابرات في العشريه السوداء وقتلت بهم الشعب الجزائري بدم بارد، وهما النيت اللي كتخدمهم اليوم لملاحقه المناضلين الجزائريين خارج ارض الوطن، ومنهم من تستخدمهم للاساءه لنا نحن كمغاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او الاساءه لنا يعني في مقدساتنا وفي ثوابت ورموز بلدنا. فدائما يجب ان ننصف الشعب الجزائري الحر، وان نفرق بين الشعب الحر وبين النظام العسكري الجزائري وازلمه. يعني هذا هو الراي ديالي الدكتور صنيبي. بارك الله فيك. شكرا الدكتور عبد الحق، لو سمحت لي،
كلمة قصيرة في حق الأخ شكري. الحقيقة أنا منبهر بالقدرة التواصلية لهذا الرجل، بالقدرة بالصبر والتماسك، بحيث على المباشر يوميا والساعات طوال، ويطرح الجديد. الجميل ما في الأمر عند الرجل شكري هو أنه يطرح الجديد. وأظن أن يعني من أسوأ ما يمكن أن، أو من العلل التي تصيب هذه البثوث أو هذه اللايفات، هي التكرار الذي يصبح نوعا من الروتين، بحيث أي متابع يدخل ويستمع إلى أشياء استمع إليها أمس وأمس وأول أمس وإلى آخره. الأخ شكري يجدد ويستعمل كثير من أخلاق الحلم مع المجرمين زنادقة العسكر، بحيث يسبونه بأغلظ السباب ويطعنون في شرفه وكذا، فيقابل سبهم بابتسامة عريضة، ولكنه يكويهم ويوجعهم أولا بالصبر بالاستمرار، ثم أيضا بما يقدمه من إحراج لهم، لأنه رجل يعني في خندق حق وهم في خنادق باطل. فهذا الرجل كل التحية لك أخي شكري. وطبعا كان لابد أن أقول كلمة في الأخ هرباز نبيل، الرجل الأكاديمي الذي أنا شخصيا كنت أستمتع كلما أستمع إليه وإن كنت لم أحظى لحد الآن بمقابلته وبمصافحته، لكني أشكره من خلال هذه البثوث. كل التحية والشكر لك. قريب إن شاء الله شيخنا، قريب إن شاء الله، قريب إن شاء الله. كان جاي الشيخ، كان جاي وقعت له واحد الحادثة في إسبانيا ياك السي نبيل. حادثة في اضطر أنه يرجع تقريبا 3 أيام في إسبانيا، أنا في الفندق والسيارة ديالي في سميتو. المهم ما شاء الله ما كنبغيوش نشوشوا الناس علينا، وهذا حادثة وقعت لي في لوتوروت. ما شاء الله، بالأجر إن شاء الله، بمغفرة الذنب، بالأجر إن شاء الله، طهور إن شاء الله، ومخلوفة. وحياك الله مخلوفة يا أخي الكريم. بارك الله فيك. أنت من الناس اللي كنشرفوا بكم سيدي محمد. الله يكبر بك. وشرفنا لقائكم والله العظيم، والله كنستناو ديك الساعة اللي نتلاقاو معكم ونجلسوا معكم. الله يحفظك. كذلك أشكر الأخت سميرة، حقيقة هذه السيدة مناضلة يعني بألف رجل، لله درها، تصبر وتواصل، وما شاء الله مؤدبة، وبارك الله فيها، بمعنى أن الإنسان يستمتع أيضا في لايفاتها، وما شاء الله هو عنيدة أيضا في مواجهة هؤلاء المجرمين. وأظن هذه ميزة تطبعها الأخت سميرة أبو أنوار، أظن أبو نوار. فلا أستسمح إذا لم أقرأ الأسماء كما هي. كذلك الآخرون كثيرون جدا بارك الله فيهم، وأشد على عضدهم. وأقول لك الأخ الدكتور عبد الحق الصنيبي، ربما ستستمع أو ستسمع بعض الانتقادات، أو الدكتور قد الدنيا، وبعدين في التيك توك يا ودي الدكتور ديال التيك توك، لقد قالوها من قبل، قالوا يا ودي الشيخ ديال التيك توك، الشيخ خلى الجماع وجل عن التيك توك، شيخ التيك توك، شيخ التيك توك، شيخ التكاتيك. ثم بعد ذلك يعني أولا آلفوا والتحق بنا أنا التحقت بمن سبقني، والتحق بنا آخرون. ولا يخفى عليكم أن هناك أيضا دعاة إلى الله وعلماء من المشرق من الحجاز وكذا، في مناظرات ماراثونية مع الشيعة ومع إلى آخره، والأمر القضية حامية الوطيس بين هؤلاء. إذن هناك من اقتحم. ثم لماذا لا نقتحم هذه المنابر؟ لماذا؟ أنا عندما أخاطب الناس في المسجد في المنبر، ولن أخاطب الطيبين ولا شيء إلا الطيبين، وأخاطب المؤمنين ولا أحد إلا المؤمنين. 100,000 على أبعد تقدير في خطوة الجمعة مثلا، 1000 من المصلين. الآن نخاطب ملايين يا رجل، الآن نخاطب ملايين ونحن في فراشنا، ونحن على أريكة في صالة بيوتنا. يعني لماذا نستخف أو نستهين بمنبر
والله لا أقول تبارك الله على الشينوا، ولكن أقول سخر الله لنا الشينوا والأمريكان فهذه سخرت لنا بقدر من الله سبحانه عز وجل. ثم هناك مسألة أخرى، وأن بعض الناس يعني يأخذون جانب من إذا أرادوا أن ينتقدوا فلانا أو علانا يقولون لك استرزاق، تريد الفلوس، تريد. وطيب يا سيدي، هذا الرجل أو ذاك يريد الاسترزاق وانت مالك؟ هل أنت أعطيته درهما من جيبك؟ لا، ما أعطيته شيئا. هذه وسيلة، هذا اليوتيوب ولا كذا، هذه النصارى صنعوها، ولا الكفار ولا الملاحدة ولا اليهود ولا السؤدر ولا المسلمين ما نعرف، وعندهم نظام معين في الهدايا وما نعرف ياش. يلا يا أخي وانت مالك؟ أنا الذي يعنينا هو قضيتنا الوطنية، قضيتنا الإيمانية، ندافع عن ديننا، ندافع عن ثوابتنا، ندافع عن وطننا، وندافع عن ملكنا بكل ما أوتينا، وبالحكمة وباللين، ولا نطعن في شرف أحد ولا نطعن في عرض أحد، وتنتهي القضية ونواصل. لا أقول تنتهي القضية، تنتهي القضية في هذه الحدود، ولكن نواصل مع الاعتماد والاحتفاظ بهذه الحدود، بهذا الحلم وبالأخلاق، لأننا بدون شك لنا رسالة نبيلة فينبغي أن نقدمها بوسائل نبيلة. شكرا الشيخ ديالي، بارك الله فيك. سي ياسير، تبارك الله عليك اخويا. إذا أنا ننزل باش تطلع شي واحد آخر في المكان ديالي أخي عبد الحق. لا واقيلا انا عييت وغادي نسافر الشيخ ديالي غدا ان شاء الله. هذا دونك غادي تمشي فين غادي تمشي؟ دي فين غنمشي؟ كتقول فين غنمشي. غادي تجيب لنا شي دلائل اخرى دابا، لا ما غيجيب لنا ابن حسن، عطانا الام والاب باقي الابن. المهم انا في الدار البيضاء، بغيتي تجي عندي مرحبا. بارك الله فيك العزيز ديالي، الله يطول عمرك. ودزتي على الرباط وما سولتي فيا، زعما ماشي زعما حشومه، زعما اصحاب صاحبي. والبوراق كيدوز بحال البرق، اش غندير؟ ايوا باش صاحبي نتلاقاو في الرباط غير شويه نهضروا صاحبي، راه داك الايامات ديال هذا ما تلاقينا. غادي نرجع ان شاء الله، حيت هذه المره جبت السياره ديالي، غادي نرجع للرباط ان شاء الله الجمعه او السبت، وسالتقي باخي العزيز اذا كنت هناك طبعا. الله يطول عمرك حبيبي، الله يخطيك. الله يحفظك. تفضل سياسي. أنا أحبك في الله، يعلم الله عز وجل. بارك الله فيك، أحبكم الله. أنا والله راك عارف لنا العزبة ديالك كتابتها ولد بلادي. والحمد لله. أولا لكفاءة. نعم تبارك الله. تفضل الشيخ ديالي، تفضل الشيخ ديالي. قلت أولا نحبك في الله، ليس إحسانا منا إليك، ولكن لأنك تستحق، رجل علم، رجل فكر، رجل متواضع، الذي أسجل عليك أخي عبد الحق أنك أنت رجل متواضع إلى حد بعيد، بحيث أذكر مرة أصلحت لك عبارة أو كلمة بلها، ثم قلتها أنت في اللايف أمام الناس، تقول لهم الشيخ أصلح لي هذه الكلمة بلها. والله يعطيك ما تاكل، الله يعطيك ما تاكل وتشرب. فهذه شوف يا أخي العزيز، هذه الميزة لا يتحلى بها الكثير من الناس. من وصل إلى مرتبة الدكتوراه صافي خلاص تجاوز القنطرة، وهو أكبر من أن يتعلم أو أن يتلقى نصحا وما شابه، فخلاص يتربى على عرش الاستعلاء، وهذا شيء قبيح جدا. أنت على العكس من ذلك، وهذه ميزة خاصة بك وبأمثالك من الطيبين. إذن عندك كفاءة، عندك علم، عندك قدرة، وعندك طريقة خاصة بك. أنا والله لكنت معجبا بك جدا في بعض القنوات العالمية التي تستضيفك في بعض إما مقابلات فكرية بين الخصوم وكذا، فطريقتك طريقة حقيقة غاية في التشويق. هذيك الزعفه اللي كتزعف، وهذيك القفزه اللي كتقفز، وانت شيء جميل جدا. بارك الله فيك واحييك واجدد التحيه لك. شكرا لك اخي عبد الحق. الله يطول عمرك الشيخ ديالي، الله يخطيك حبيبي، الله يخطيك. تفضل استاذ ياسر. المايك. سيدي الله يزيد فضلك. سي الدكتور صنايبي، تحياتي لك وشرف لنا
اننا المنظومه ياسير كاين شي مشكل عندك؟ راه كنت كنطلعك وكتهبط وكنطلعك وكتاكسبتي وكتعاود تهبط، يمكن شي مشكل في لا كونيكسيون عندك اخي ياسر. عبد الحق، اخي عبد الحق، الدكتور العظيم عبد الحق، الاخ ياسير قمت معه بجوله في شلالة أوزود وفي بعض المدن، وزيارته لنا طنجة. هذا الرجل حقيقة نسيج وحده كما يقول العرب، هذا الرجل نسيج وحده، بارك الله فيه، قدرة هائلة وتواضع يعني لم أرى مثيلا له، وثم هو شوكة في حلوق المجرمين أعداء الوطن. لله درك يا أخي ياسير، واصل الله يكبر بك. السلام عليكم. الله يكبر بك، وهذا شرف لنا ما يتكلم فينا السي الشيخ الفيزازي بهذه الطريقة. هذه كان حلم أنني يعني أنا يعني فرصة مع الشيخ الفيزازي، فإذا بي أكون جليسه وأكون معه في خرجة، فهذه كرامة من كرامات الله عز وجل. وكذلك أن نكون في منصة الدكتور الصنيبي، هذا كرم من كرم دكاترة المغرب. وأن يكونوا بالتيك توك هذا من تواضعهم ومن سعة صدرهم، وهذا ما يدل على المغربي الأصيل، ولد القاع والباع والشمعة فيها درع كما تنقولوا. فهذا يسير يحييك سي الدكتور الصنيبي، يعني دقيتي المسمار في بلاصتو، الدقة ديال المعقول، مغيزة، خدمة نقية. فتحت لنا أبواب، فتجولنا في تلك السراديب وفي تلك الأزقة وفي تلك الشوارع. أما بالنسبة للإخوان اللي تيقولوا للسي الصنيبي أب حسن، فأنا أريد أن أقول هنا في هذه المنصة لا يمكن أن تتكلموا على أب حسن، لأنه ملكية مشتركة بحكم أن النظام اشتراكي، فما يمكنش تلقاو أب حسن، هو ملكية مشتركة مع احترامي الإخوان جميعا. حاجة اللي بغيت نهضر عليها هنا سي الصنيبي، هو غريب أن اللايف وصل 5000 ديال المشاهدة، فلم أرى من ينتقد الدكتور الصنيبي، لم أرى من ينتقد السي الفيزازي، لم أرى من يهجم على سعد الشرعي. يعني غريب أنكم هجوماتكم كلها في الخنادق، وكما كنقولوا التقلاز من تحت الجلابه. يعني 5000 ديال المشاهده ما فيهاش واحد يعني يقدم دوك الانتقادات اللاذعه اللي كنقضيو فيها الساعات الطوال. يعني ملي كتقول لهم عباد الله الدكتور الصنيبي، انا اقولها امامك، واش الدكتور الصنيبي تا هو يعني السيد يعني اعطى جا دار لنا الخاتمه، حنا كنا واحلين في ديك العرض، بقينا تنكتبوا ما عرفناش نخرجوا من العرض، فجاء الصنيبي فوضع خاتمة جميلة كما يقولون حسن الختام، يعني فكان الانتقاد. وانا اليوم والله كنت انتظر شكون اللي غادي تكون عنده زعما ديك الشجاعة وغادي يطلع هنا وغينتقد السي الفيزازي وغينتقد يعني عادي ايزي كما تنقولوا، ما فيها حتى مشكل انك تطلع تنتقدهم. اذا اليوم قنبلة أخرى من القنابل الموقوتة كيطلقها السي الصنيبي في اللايف ديالو، بأن لا مجال لكم وترهاتكم قد انتهت. في هذا اللايف اليوم رأيت الكل يشكر في الدكتور الصنيبي، الكل يشكر في الشيخ الفيزازي، الكل يشكر في سعد الشرعي. إذا ظهرت المعنى لا فائدة من التكرار. شكرا سي الدكتور، أنت قائد لهذا الجيش ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. لا كلنا كنت يعني مرشدا لنا، شرينا هذاك الكتيب توصلنا به هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ففوجئنا مفاجأة يعني في الباراجراف اللي كتهضر على أم الحسن. هي ليست أم حسن، هي أم الحسن، لأنها كانت جميلة جدا ودخلت إلى ذلك الدومين في سن 12 سنة. يعني أنا والزوجة كنقراو في هذاك الكتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومنتشر في أمريكا، الناس كتشريه، لأن دابا كاين إلا بغيتي تشريه يوزد، الناس كتقراه وكتعاود تبيعو ويقراه الآخر ويعاود يبيعو، منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك، يعني أعطيتنا واحد المعلومة جميلة جدا، بارك الله فيك. وما نطولش عليك، تحياتي لكم
وبارك الله فيكم. ما ننساش نشكر الحق السياسي راه ضربنا جميع الاعمده ديالهم، ضربناها. يعني ضربنا ديك القضيه ديال حقرونا، القضيه ديال الشهداء، القضيه ديال حرب الرمال، القضيه ديال الامير عبد القادر اللي استرسلنا فيه عليه حلقات وحلقات. وبالتالي انا اعتقد لم يتبقى لهم شيء يفتخرون به زعما، لا راه درتي الا ان يعترفوا ميسيون، ما بان كاينش هذه الحقيقه. درتي واحد لا ميسيون حقيقه. الدكتور. دابا انت ولد بلادي يا سي ياسير، زعما بالله عليك انا استحلفك بالله، واش لقيتيني غلطت في نهار شي احاله ولا دلست في شي احاله؟ الشهاده لله. والله تثلج قلوبنا، لأنك الطريقة اللي كنتي كتعطي بها المعلومة وكأنك تزودنا بالمادة الخام، فكنا نأخذ من مادة الخام مواد عديدة. كنا يعني انت كنتي كتعطينا المادة، وحنا ملي كنمشيو كنبقاو نجبدو من مديك. عرفتي شحال كنجبدو؟ وصلنا إلى مقبرة أم حسن، وإلى مكتبة أم حسن، وإلى محلبة أم حسن، وإلى حمام أم حسن. حديت. وآخر ما وجدنا اليوم، آخر ما كاين في الجديد في السوق، أغنية يتغنون ببوسبير كمكان يعني مكان للنزوات، أغنية مخلدة في أغانيهم في الأرشيفات. فكيف سيمسحونها؟ مسحوا اسم مسجد أم حسن، أظن أن مسحوا الشوارع، فكيف سيمسحون الأغاني؟ كانوا يتغنون ببوسبير، وهي أغنية اليوم خرجت، هي يتداولها الإخوان المغاربة. فقلت لك شكرا دكتور صنيبي، أعطيتنا المادة الخام، أعطيتنا مادة خام فأخذنا منها. والله يعني لحد الآن مازال ديك المادة الخام ما تقادوش المشتقات ديالها. يعني شتو يا اخي استاذ ياسير، تصور معايا واحد كيهاجمك، العداء ديالو واحد 60 سنه هو كيعاديك، هذا غير جديد. ومنذ يعني هذا المشكل ديال من 75 لهنا كتجي كطفيه بفيديو واحد نضاعها 50 سنه فيديو واحد، كتطرق كتجمع وتطوي ساليتي. نعم شوف الكارثه. نعم الدول لا تسقط بفيديو ولا بمعلومه واحده، لكن بقوه انهم كيهاجموا الحمد لله. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيلهمك الرشاد باش ترد لهم الرد من جنس العمل. يا أخي وبالتالي يعني كان اخراج تام، لا على المستوى العلمي لا على المستوى الاكاديمي، وتا على المستوى كان اكبر انتصار انا اعتبره ليس الهجوم على الجزائريين اكثر ما هو انتصار للمراه المغربيه بطبيعه الحال، اللي ديما كنقول هي اللي ولدتني، ولدت السي ياسير، ولدت السي الفيزازي، والسي شكري بطبيعه الحال، وخي انس وخي نبيل والاخت فاتحه والاخت سميره. وبالتالي انتصار للمراه المغربيه والتاريخ ديال هذه البلاد، لان القصه ديال ام حسن وراتنا امور اخرى مهمه جدا اخي ياسر. وراتنا المقاومه المغربيه، وراتنا بان ام حسن كانت في 1912 في انتفاضه ديال الناس فاس، وراتنا كيفاش ان ماتوا واحد 700 شهيد في ذاك الاحداث ديال فاس، وراتنا ذاك المقاومه اللي كانت في مكناس من نوشات حينما اراد المجاهدون المغاربه الهجوم على التكنه الفرنسيه. يعني كان هناك حراك وكانت هناك مقاومه حقيقيه. انا لا اعلم ان هناك معركه في الجزائر في اثناء احداث الجزائر مات فيها 700 واحد، لا اجلها، يستحيل انك تلقاها، لان لم تكن هناك. حتى ملي ترجع لويليام سبنسر كيقول لك ان القوات الفرنسيه تلقت تحيه الصمت، والناس كانوا كيشربوا في القهوه وكيضربوا في الكريك. حنا النهار الاول اللي دخلوا طاحوا لنا 700 واحد غير اللي عرفنا. وبالتالي كاين واحد التقصير كبير اخويا ياسير في رصد جوانب مضيئه من المقاومه المغربيه في مواجهه المستعمر الفرنسي، واننا لا نخبش التقصير ديال الباحثين، التقصير ديال المفكرين، التقصير ديال الاعلام، التقصير ديال الاحزاب السياسيه، التقصير ديال جميع مكونات الشعب المغربي في اظهار واشعاع هذا الجانب المضيء من التاريخ ديال بلادنا، واللي كنظن انها مشكوره ام حسن انها غتورينا حتى مجموعه الحوايج اخرى، بالاضافه الى قصص مخابراتيه، بالاضافه اللي تقدر تكون انها ماده ملهمه لمجموعه من المنتجين السينمائيين لصناعه سيناريو خطير حول ظاهره ارتبطت بالدعاره، بالجاسوسيه، بالمخابرات، هادشي ديال السهر، وهادشي ديال الدعاره المؤسساتيه مرتبطه ايضا بالاستعمار، مرتبطه بالمقاومه. وبالتالي انا كنظن كما قلت انت فتحت لنا مجموعه من الابواب اننا نتعرفوا على شي حوايج غير من خلالها اللي كتعكس الواقع ديال لا الفرق ما بين امبراطوريه ضاربه في التاريخ وما بين الناس. انا اقول يعني وعادي انهم طارئون على التاريخ وطارئون حتى على الجغرافيا. كاين حتى واحد النقطة بسيطة اللي إلى ممكن يعني تطرحها لنا، هي المجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي.
النسبة ديالهم وماذا كانوا يشكلون وكيف كانوا يحاربون. هادو اللي تيقولوا شهداء أغلبيتهم قتلوا ببنادق جزائرية في خدمة المحتل الفرنسي، بحيث كنلقاو كاع الأجداد ديالهم مور بوغ لا فرونس، مور بوغ لا فرونس، مور بوغ لا فرونس، أغلبيتهم كاملين مور بوغ لا فرونس. الرسالة الأخيرة ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي الموجهة إلى الجزائريين وهو يشتكيهم، كيقول لهم اودي راه ملي كنجيو نحاربوا المستعمر تلقاو غير الجزائر، حرام عليكم، يجب ان توجهوا بنادقكم الى المستعمر ليس الي انا. تحياتي الدكتور الصنيبي. واكثر السياسير اكثر الذين قتلوا اثناء احداث الجزائر قتلوا بالنيران الجزائريه. نعم، احداث ديال ميلوزا، نعم، احداث الليله الحمراء، لابلويت، هادو كلهم جزائريين قتلوا جزائريين. وانا اتحدث على احداث ميلوزا التي ذكرها فتحي الديب اللي هو كان مستشار ديال جمال عبد الناصر، ويقول لك ان مات فيها اكثر من 400 واحد تم ذبحهم من طرف جيش هذيك المجزره اللي دراهم في ميلوزا. تصور معايا خطير، الشيء الخطير انس بزاف اكثر ما كتصور. اولا بعد السلام عليكم وتحيه لجميع المستمعين وجميع الضيوف الكرام كلهم باسمي، وتحيه خاصه الدكتور عبد الحق الصنايبي اللي اللقب ديالك ولا دابا هو السنايبر القناص. كان داكشي اللي كيجيب الوثائق اللي كيجيب بطريقه باش كيرد على المغالطات وعلى طبيعه الحال. من هذا المنبر خصنا نهنيو الدكتور عبد الحق الصنايبي لانه انهى المسيره ديال طبيب الحمير ولا التقني البيطري في ذلك اللايف التاريخي. انا اسميه اللايف التاريخي لانه خطير جدا ويعري كيف يقوم نظام ديال حضاره الجزائر هو والكراكيز ديالو يعني نشر المغالطات. كيفاش كينشروا المغالطات، كيفاش هذا التقني البيطري كيجيب لك النص ديال الوثيقه وكيتكلم لك على جزئيه وما كيتكلمش على جزئيه كامله، وما يعني واحد النوع من المغالطات. والبوصباعي المسكين غادي وكيتيق حتى جا الدكتور عبد الحق الصنايبي في ذاك اللايف انا اللي داروا قبل يومين على ما اظن، اللي صراحه هدم الاسطوره. هدم هما كانوا كيحاولوا على انهم التقنيه البيطانيه يردوا الاسطوره في التاريخ. كلشي كيتكلم عليه، الطراجي يتكلم عليه، الاعلام الجزائري يتكلم عليه، كذا كذا كذا. جا في ذاك اللايف ديال اللي كان قبل يومين وانهى تلك الاسطوره بالضربه القاضيه ديال طارق بن زياد، لان هذيك مغالطه خطيره جدا. وكنتمنى من الناس اللي عندهم صفحات واللي عندهم يعني قنوات اللي عندهم كذا انهم يزيدوا بارطاجيو ذاك اللايف لانه مهم ومهم جدا. هذا من جهه. من جهه اخرى راه نحن ننتظر، وان كان يعني الدكتور عبد الحق الصنايبي دخل في هدنه وراه كاين دابا ام حسن وكاين ابو حسن وكاين ابن حسن، كاين حتى ابن حسن حتى هو غادي تلقاوها وموجود على ما اظن. الاخوان انس بغيت تدخل الاخوان اللي دايرين لانفيتاسيون يهبطوا شويه، الله يخليكم، يخليوا المجال لاسعد الشرعي، راه بغى يطلع لنا كان عنده شي مشكل في البث، خليوا له المجال. الله يجازيكم بخير الاخوان، لانه هو اللي كان الضيف ديال هذا اللقاء هذا. بارك الله فيكم. الا كنت نفهم انا هادشي هذا. كاين حتى حسن انس، كاين حتى حسن وكاين ديالو الابن ديالو. راه القضيه فيها حتى الابناء، راه الدعاره يعني في مدينه الجزائر وهادشي معروف. الدكتور عبد راه ما كانش نزل لا لي زانفيتاسيون خويا نبيل، لي زانفيتاسيون لتحت ما يخليك. مازال كاين بلاصه. انا اللي كيضحكني هو اللوجيك ديال بونيف. شفتو داير واحد الفيديو في واحد التحدي، قال لهم باش كتفسروا ان فرنسا لقات في الجزائر بلاد الرجال وما دارش فيها بوسبير ومشات دارتو في المغرب. وداك الشيء علاش ردينا عليه حنايا. دابا الفكره شنو هي؟ هو ما عارفش بان بلادو كانت اكبر بورديل. راه بحال انت بوني فاش كتكون غادي لشي دوله ما فيهاش المقروط وامك كتصاوب لك المقروط ديه معاك لان عارفه ما تلقاش تماك. ففرنسا غادا عارفه داك الشيء اللي ما تلقاش فاش داتو معاها. الفكره واضحه، ما تجاش مدينة الجزائر كانت المركز ديال الدعارة بجميع الأصناف. تخيل معايا على أن الدعارة كانت حتى ديال الأطفال، كانوا ديال النساء، كان ديال اللواط، كانوا ديال الأطفال. ديال كلشي. راه المصيبة الكحلة راه كلشي موثق. راه داك الكتاب ديال الدعارة في مدينة الجزائر قال لك الكاتب عباد الله كتجول في الشوارع وكيجيو عنده الأطفال، الشوارع ديال مدينة الجزائر كيجيو عنده الأطفال وكيقترحوا عليه شي ممارسات شنيعة.
باش يعني بطبيعه الحال بالمقابل شي واحد هذا القضيه الشيء. انس اللي ربط الاخوان انا احنا عندي واحد عطينا الطلب، الوعد عندي واحد الطلب الا والوعد سمحتوا وعد والله الحر دين يجازيكم بخير. عليه، قلنا حتى يعاودوا عاد نرجعوا على هذا الموضوع هذا. تفضل سميرة. الله يطول عمرك. القضيه ديال كيقولوا عندنا النيف، انا كنظن هاد النيف حتى هي لا قلبتو غادي تلقاو شي حاجه على هاد النيف. لا كيفاش شتي انا عندهم هاد النيف؟ سميرة، انا نعطيك انا واحد القضيه في علم النفس هذه. كاع الانسان اللي كيقول شي حاجه عندي ما كتكونش عنده. فاش كيقول لك حنا احرار، عرفيهم راه عاشوا حياتهم كلها مع عبيد، لان اللي حر ما كيقولش انا حر. فاش كيقول لك حنا عندنا النيف، عرفي راه ما عندهم لا كرامه ولا نفس، فكيعوضوا داك الكومبلكس ولا هو داك النقص. قالها، وقال هذاك هذه خوتي مساله هذاك دي كاسيت، وقالها بكروح الى ياك السينابي، قالها وي بكروح اليوم قال حنا داك لونكانيومون القابليه للذل وما عندهم هذا الشيء. فهاد المساله عندهم خصكم تعرفوا حتى واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف. السبب الاول اللي هما قافلين على راسهم السياحه راه هو هذا الموضوع. يعني كون كانوا بلد مفتوح بحال المغرب راه كانوا ما شنو غادي يدار تماك، راه العجب كان غادي يخرج. فاحنا كنعرفوهم هنايا مثلا الجزائريات لا في المانيا ولا فرنسا، راه المصايب الكحله اللي كيديروا باسم المغربيات. انا والله العظيم الا شفت واحد النهار واحد الحاله قدامي، انا جزائريه كتهضر مع عراقي وكتقول لي انا مغربيه، والعراقي صديقي قال لي قضيه السنابل وانا فتحت جالس مؤخرا. احسن لي ندخل من فضلك. اول مؤخرا شيء فتحت في ذاك المسرحيه الهزليه الكوميديه المضحكه اللي دارتها المؤسسه الاعلاميه الجزائريه الرسميه، القناه الرسميه، مشاو داروا روبورتاج ومشاو كخياو هما واحد الهاشتاغ على اساس انهم ديال السعوديه وكيتهجموا على المغربيات، في حين ان الهاشتاغ الاصل ديالو طالع من الجزائر، واي شخص يعني يمكن يعرف الاصل ديال الهاشتاغ من طالع. وكيدخلوا المشكله الطامه الكبرى فاش فين كيحبس لي عقلي، كيديروا يعني حسابات مزوره وكيدخلوا كيحاولوا يقلدوا اللهجه ديال الخليج ولا اللهجه السعوديه، وما كيعرفوش يعني داكشي باين واضح. تلقاهم دايرين من غدا خويا تلقاهم دايرين الاسماء ديال كتسمعني خويا وافتخر سعوديه وافتخر الاخ شكري. بغيت نقول لك واحد القضيه، انا كان عندي ولا واحد التعقيب عليك بالضبط. انا بغيت نقول لك اول حاجه على سلامتك هي الاولى، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك. سلمتينا خويا هرباز، الله يحفظك خويا العزيز. غير نخليو السي الدكتور عند الوعد ديالو، راه وعد الحر بطبيعه الحال اللي تكلم عليه. ويكفي هذيك القنبله اللي طلق السي دكتور صنايبي على ان يعني عطى التفاصيل ديال ام حسن. هي راه مازال خدامه، مازال يعني الفعاليه ديالها غتبقى يعني الى ما لا نهايه. فما نخليوها قنبله اخرى البارح عاوتاني، نخليوها قنبله اخرى البارح كانت. واسي شكري تكلمتي انت قبيله على الاحرار ديال الجزائر، واخويا انا لحد الساعه ما كنشوفهمش بكل صراحه، لان حنا غادي نتكلموا على الاحرار اللي كاينين اللي مهددين. مثلا تقول لي كاينين في الجزائر، راه الجزائريين راه بالملايين في خارج الجزائر ما كنشوفوهمش اخاي. فما نبقاوش راه مشكلتنا معاهم عرفتي شنو هي اننا كنطبطبوا عليهم ونقولوا انهم راه زوينين وبخير، راه ما كاينش. راه عندهم 95% داك العداء رادعين ضد المغاربه. خصك تفهم، انا شفتهم ناس هنا حارقين، كيجلس معاك كيبدا يسب ليك في ذاك الوقت كنعقل بوتفليقه ويسب ليك هادوك، وتجبد ليه الموضوع ديال الصحراء كتولي تهضر معاه مسهل. اقسم لك يمينا، وهذه هي زعما هذه وقعت لي انا بشكل شخصي. فهاد المساله هذه هي ديالنا حنا، ديك القضيه ديال كل ساعه نقولوا لا راه كاين الاحرار ما راه هذه هي الحاجه اللي مزعماهم علينا وكتخليهم يتكاو علينا. الاحرار ما كنشوفهمش، انا ما كنشوف كاع الاحرار في التعاليق. غادي نقول في الجزائر ما كاينش في الجزائر، كاين في اوروبا وكاينين. بالعكس كتخاطبهم باللوجيك وبالعقل وبالادب ويدخلوا يسبوك. راه بوتفليقه عطاهم احسن تعريف هو اللي عطى بوتفليقه للجزائر. اش عطاك؟ اش قالوا عليهم؟ عطاهم التفرعين الزلط والتفرعين، يعني هذا الشيء اللي الزلط والتفرعين هو عطاهم. الاخوان الله يجزيكم بخير. الاخوان انا غنعتذر، السي اسعد الشرعي راه ما قدرش يدخل، انا غدا راني مسافر ان شاء الله الرحمن الرحيم، خصني نعشي شويه. الله يكثر خيركم، شكرا بارك الله فيكم، شكرا الشيخ ديالي. فاتحه تبغي تقولي شي كلمه اخيره؟ فاتحه، استاذه فاتحه، استاذه فاتحه.
هي راه ارتحت ربما شويه. دونك الاخوان شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، نلتقيو غدا ولا بعد. كلمه ان شاء الله سي عبد الحق، كنتمنى دير لي متابعه وبغيتك في الخاص ان شاء الله، ولا دابا تنتواصل مع السي نبيل. كاين واحد الاخ من اصول ريفيه، انا نصيفط لك واخا الله يطول عمرك، واخا كاين واحد الوثائق، واحد الاخ ديالنا من الريف بغى يعطيهم لك. تحياتي لكم والله يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا، الله يكثر لكم. طول الاخوان اللي دعموا ولا اللي شاركوا ولا اللي علقوا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا، الله يخليكم. شكرا. شكرا.